Happy birthday to you. أسرع. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. أنا مش عارفين انتوا مين. طب يا جماعة احنا دخلنا Happy birthday عشان نقول لكم انه في حاجة لذيذة قوي بتحصل، ان الناس بقت بتشتري سيف تولز هدية عيد الميلاد. أستاذة ميرا أستاذة سوسة منورين حلقة الفيل، عشان دي حلقة طبعا خاصة جدا. في عيد الأم في الومنز انترناشنال داي الناس بتجيب الفيل جيفت لبعض، وفي عيد الميلاد بقية البرودكتس بتاعتنا كلها تحدي العيلة، أنا غالي اتخلقت بجسم عجيب، البيبي بيجي منين، توتا توتا، أنا صاحبة كويسة. ممكن تبقى هدية لذيذة قوي للأطفال في عيد الميلاد وتبقى ليها معنى يعني. نطفي الشمع ونجيلكم بعد ما نشيل الدونت. طيب الفيل، ميرا لسه من الفيل. كاتبين وراه ليه؟ عشان ناس كتير قوي سألتنا لسه من الفيل. صح، عشان كذا حاجة. هنقول الأول ليه الفيل كأنيمال يعني، وبعدين المثل ماشي. عشان الفيل من الحيوانات اللي بتمثل القوة وزي ما مكتوب كده والرحمة، وقائد شوية كمان الفيل. وعلشان في مصطلح أو مثل إنجليش كده بيقول let's put the elephant in the room on the table، يعني لو مثلا احنا التلاتة كده بنشتغل مع بعض وعندنا conflict معين كده، فاحنا اول ما دخلنا ميتنج قلنا خلاص يا جماعه let's put the elephant on the table. فاكيد الاليفنت حاجه كبيره جدا جدا جدا، بس كلنا ما بنتكلمش عنها ومستهبلين بتقولش. ولان الفيله حاجه ما ينفعش تتغاضى عنها يعني حجمها ما تتغاضاش عنه، بس مشكله بتبقى كبيره بحجم الفيل قصدك. بالظبط. فنفسنا يكون في الرحله الاسبوعيه لاكتشاف الذات والنمو بتاعه الفيل، في الجيرني بتاعه الفيل، كل حد معاه الجورنال دي يبقى بيطلع الاليفنت الكبير اللي مستخبي جواه على طول، بس يبتدي يطلعه ويشوفه ويحطه on the table او في الجورنال. سوسة فكرة الجورنال ومدته، ادينا كده بعض المعلومات. الفيل ده مدته قد ايه يعني؟ قولي لنا تفاصيل عنه. الفيل ده فيه 52 سؤال، فدول اكنهم سؤال كل اسبوع يقعد معايا لمدة سنة كاملة. الاسئلة بقى بتتكلم عن ايه؟ هو في 10 مواضيع مختلفة ما بين بقى عيلتي، سعادتي، قوتي، العلاقات اللي حواليا، شجاعتي، احلامي، كلها مواضيع تتعلق بيا انا داخليا وبيا انا خارجيا، انا مع نفسي وانا مع الناس. فكلها على حسب بقى كل موضوع بيفتح جواه أسئلة بتخليني أنا أقعد، يعني هي طبعا على سنة 52 سؤال، بس عادي تقعد معايا 2 3 4. السؤال يقعد معايا شهر بفكر فيه عادي. صح. عشان مش بسهولة ان انا اطلع اللي بجد اللي تحت قوي قوي اللي هو الفيل اللي انا عايزة اطلعه في وقت قليل. صح قوي. خلف الكواليس واحنا بنشتغل على الفيل، انا وإيريني رأفت ومريم نادر اشتغلنا عليه تقريبا 1.5 سنة، 1 و4 شهور مش فاكرة. كنا في ايام كنا بنتقابل كل اسبوع بنفكر نقعد في سؤال، نفكر في السؤال ومحتارين بقى. يعني في العربي مثلا لما كنا بنقعد نقول فكر واكتب، يعني نقول مثلا اكتب مش عارف، بعدين نقول لا السؤال ده محتاج فكر واكتب، ما ينفعش اكتب على طول. فخد وقت وخد يعني مجهود نفكر في شكل السؤال لما بيتصاغ بيساعد ازاي الشخص انه يرد عليه. كان فارق لنا ان الجورنال ما يبقاش اوبن جورنال، في انواع كتير قوي من الجورنالينج، بس انه يبقى جايدد باسئله، عشان ده نوع من انواع الجورنالينج اللي موجود، انه الشخص يبقى ليدد بالاسئله اللي يكتبها. الميزه اللي في الجورنال اللي مش محتاجين نمشي بالترتيب، فزي ما انت قلتي يا سوسة التوبكس، وزي ما انت قلتي يا ميرا الكور مينينج بتاعه بيخلي الشخص يفتح الفهرس كده يقول انا عايزه ابتدي بامتناني، انا عايزه ابتدي باكتشافي لنفسي، انا عايزه ابتدي بصحتي. فكره الويل بينج والصحه النفسيه، ومتهيألي انتم موافقيني انه النهارده ده توبيك كل الناس بتتكلم عنه، بقى واخد اهميه كبيره قوي في المجتمعات، وتشيز حاجه جميله قوي. بس قولوا لي اشتغلنا ازاي بالفيل مثلا
في دبي او اشتغلنا زي بالفيل في الثانوي الهاي سكول ستودنتس، او بنشتغل زي مع الفيل مع الومن امباورمنت بروجرامز اللي في الشركات. احكوا لي كده بيحصل ايه. انا هقول عن المدرسه اكتر حاجه. بناخدهم في اسئله من النص كده، يعني بنروح حاطين لهم سؤال من النص. اقري لنا سؤال من النص. فجاه ولا طلع حاجه؟ لا يعني شوفي كده سؤال من اللي اياهم ده. يعني مثلا بحب قوي سؤال 41 ده، طبعا انت عارفه صفحه 41. احكي عن موقف حسيت او حسيتي فيه ان صوتك مش طالع. جدا ده بقى مع كل الاعمار كلنا بنقف قصاده، لانه بيبقى صعب قوي. ما هو صوته مش طالع كان، فبيبقى مش عارف يقول، او بيبقى صعب قوي. بس ناس تقعد تكتب فيه بيحكوا عن حاجات تحطوا فيها، وحاسه كأن مش عارف اطلع ولا حاجه يعني. فده من الاسئله اللي بنديها كتير قوي للمراهقين، علشان نسالهم يعني نقول لهم احنا معاكم، يعني احنا على ارضكم، او كأنه فرصه ان صوتك يطلع رغم ان صوتك ما طلعش قبل كده. طب هروح بنفس السؤال قبل ما تروحي انتي السؤال. انا عارفه السؤال ده حساس قوي قوي. سوسة في الشركات مثلا، او انا عارفه ان عملنا بيج ايفنت مره مع بارتنرز زي تيك توك ومنتدى شباب العالم، وكان الثيم بتاع اليوم احكي عن موقف حسيت فيه ان صوتك مش طالع. شفتي ايه في اليوم ده او في الايفنتس اللي شبه ده؟ الناس بيوقفها السؤال ده ازاي او كده؟ هي من اكتر يعني الحاجه اللي بتوقف كمان قبل ما انا اتعمق في السؤال فكره ان انا اكتب او ان انا اجورنال انا مع نفسي. فبيبقى في وقفه كده الاول، انت حاجه انا مش متعود عليها خالص. وفي ناس بتتعلمها ان انا ازاي اطلع بالكتابه او ازاي الكتابه بتفرق. فكمان لما بيجي السؤال واحاول ابتدي افكر فيه، وبنبني عليه بقى حاجات كتير قوي قوي قوي، انه ازاي صوتي كان مش طالع عشان الناس اللي حواليا ما كانتش سامعه، ولا عشان انا ما كنتش حاسس بالامان، ولا عشان انا مش عارف ازاي اطلع صوتي، ولا عشان بتكسف من صوتي انه يطلع. ففكره ان هو كان في يعني حتى في الايفنت اللي كنا بس بنركز على السؤال ده، هو مش بس بنسأل السؤال واقوم كاتب واطلع الاجابه وخلاص، لا احنا بنحوم بقى حواليه من كل النواحي. طب انا اعمل ايه عشان صوتي يطلع؟ فين الناس اللي نفسي اطلع صوتي معاهم؟ فبتبقى يعني inspiring قوي ان صح. الحاجات اللي بتطلع بعديها انه اعمل ايه. صح. سؤال تاني يا ميرا، كنت فاتحه واحد صفحه 36. ايوه انا بحبه برضو، صفحه 36 في تشابتر الاصحاب اي ثينك، صح؟ الترم الفريندوميتر، مقياس جودة الصداقة. مهم قوي قوي. ايه بقى موضوع جودة الصداقة دي؟ حلوة قوي جودة الصداقة المسمى بتاعه. يعني مهم اعرف، مهم ممكن سهل قوي يبقى عندي صحاب كتير، سهل قوي قوي يعني، بس مش سهل ابدا ان كلهم ابقى فيهم في امان، او الصداقه دي تبقى حقيقيه. خلينا نسميها كده بشكل عام، ان الصداقه دي تبقى صداقه حقيقيه. فمقياس جوده الصداقه بيقيس الصداقه على كذا اسبكت، وكل اسبكت ليه ترمومتر. فانا في الصداقه دي مطمن ولا مش مطمن؟ وبعدين السكيل كبير قوي، صح. فممكن ابقى في النص. ايوه ثانك يو ساره. كل ده، فانا ممكن ابقى في الاول وممكن ابقى في النص زي ما انت بتقولي، محيره قوي. ممكن تبقى واضحه لي ان انا مش مطمن. ولو مش مطمن ده احمر، يعني محتاج اقف قصادها واقول ايوه انا ليه مش مطمن، صح. وهعمل ايه. ولو انا في النص حلوه الحق حاجه قبل ما يعني ما تروح للاحمر، او يطلع الموضوع محتاج كوميونيكيشن بسيط وابقى اشعر بالاطمئنان. وعلى نفس الاكزامبل بتاع مش مطمن، حاجات بقى كتيره قوي، بس اكتر واحد بيفرق معايا يعني كلهم مختلفين، مرفوض او مقبول، متشاف ومسموع او مش متشاف ومتجاهل. دي بتفرق معايا قوي. واخر واحده بتقول بكون نفسي او مخبي اجزاء من شخصيتي. ونحب دايما نوضح انه بخبي اجزاء من شخصيتي مش معناها ان انا بخبي انا اسمي ايه مثلا، مش ده المقصود، بس اكني او مش او مش اللي هي الحاجات البرايفت اللي طبيعي تبقى برايفت في بيتنا او مش معرفاها الناس كلها، بس اكني مش عارف ابقى ميرا الحقيقيه، علشان مش هفتقن نفس الحاجه بتاعت انا مش صح. مش هبقى شبههم.
مش حاسس بالامان الكافي ان انا اعرفهم كل حاجه عندي، او بخاف من ردود فعلهم فبخبي اجزاء مني. مش هتقبل ومش هتحب لو بينت اجزاء مني، مش هتقدر كل الحاجات اللي فوقيها شويه. ترموريت الاصحاب كان واحده من الحاجات اللي غريبه جدا بالنسبه لي لما جالنا ريكوست من شركه، حد تيم هيد، مش الاتش ار، حتى تيم هيد كلمتنا في وقت وقالت لنا احنا عندي امبلويز تقريبا الديبارتمنت بتاعها حاجه و20 في كذا بلد في العالم، وعايزه الشابتر بتاع الاصحاب. شحنا الفيل للبلاد كلها والناس، وخدناهم في كورس بتاع فرنش العلاقات، وكان خطير. ليفل ان الناس بتشارك بالوجعها بالجريحها بالممتناله للناس اللي فرقت معاه. بقيت البرومتس اي ثينك انها بتتكلم عن الحدود، بتتكلم عن مين ممتنله ومين نماك ومين. واللي بحب قوي السؤال ده في تشابتر الاصحاب، بنسأل سؤال للشخص عن نفسه، انت شايف نفسك صاحب جدع؟ لانه مش بنبقى عايزين الناس تتزحلق فينا يا حرام عليا ويا عيني ومتبهدل وصحابي كلهم وحشين. ما انا ممكن اكون انا الشخص اللي مضايق اللي حواليا، وانه بخلي الناس اللي حواليا تزهق مني، او ان انا بوجعهم بتعبهم frustrating whatever بقى السبب. فحلو يبقى في دايما سؤال عني، وده البالانس اللي بحسه مهم يحصل في الصحة النفسية. مش كلهم وحشين، مش كلهم جرحوني، ما انا ممكن اكون انا الشخص ده في حياة ناس تانية. سوسته، قولي لنا الأسئلة اللي بتفرق معاكي في الفيلم. لا ده صعب قوي انقي واحد. هو كذا واحد، عشان كده قلت لك الأسئلة يا ميرا. الأسئلة تمام. كذا سؤال اللي بيفرق معاكي في الفيلم. في واحد انا مش عارفة هو رقم كام، بس في واحد اللي هو بيخليني اكتب رسالة لنفسي في الآخر I think. اللي هو عامة بتاع في تشابتر كامل اسمه اكتشافي لنفسي. ده يعني هو كله بالنسبة لي صعب قوي ومحمس قوي. يعني ليه قولي لنا يعني ليه صعب وليه محمس؟ علشان في أسئلة تحسي يعني سهلة قوي. اسأليني مثلا ايه الحاجات اللي مش بتحبيها في نفسك، ايه الحاجات اللي انت محتاجة تطوريها، وده اللي دايما بيجي في دماغنا. بس انه يسألني سؤال ايه الحاجات اللي بتحبيها في نفسك، ايه المميزات اللي انت بتشوفيها فيكي. برضو خلاني كده اقعد شوية لا افكر، ابص انا بعمل ايه ما بعملش ايه. ففي حتة كده تشالنج عليا انا، هو تشالنج حلو بس هو يعني انا محتاجة اخده عشان اعدي في حتة اكتشافي النفسي دي. ايوه. فبحب قوي الشابتر ده عامة. فكان حلو وغريب وصعب وكومبو كده. بالظبط. ميرا، قولي لنا سؤال بيستوقفك في الفيلم. هم كتير برضو، بس انا بالصدفة كنت فاتحة صفحة كده، انا مش كويس ودي حاجة عادية، او انا مش مثالي. ايوه، انا اللي هي الجمل اللي بتقولها لنفسك دي. انا بحب ده برضو. اتس اوكي ان انا ابقى في وقت مش كويس. طبعا مهم اخلي بالي ان انا مبقاش باذي اللي حواليا وباثر عليهم في الموضوع ده وانا مش كويس بالظبط. وبحب قوي 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 السؤال بتاع انا مش عارفه برضو صفحته، بس فكر واكتب عن موقف صعب وقفت تاني على رجلك. ايوه. I think ان في الشجاعه او في القوه. متهيألي انا فاكره ان احنا في كامب كامل كان مع adults، ده كان الثيم بتاع اليوم. يعني قريهولنا يا ميرا بليز. فكري واكتبي عن وقت صعب عديتي بيه وقفتي تاني على رجلك، وده حصل مرة ولا متكرر. والسؤال اللي بعد ما نعدي الصفحة دي اللي هي بتاخد لنا مثلا 3-4 شهور كده حسب. اوصف ايه اللي ساعدك تعدي من الوقت الصعب ده. انا بحب السؤالين دول قوي بصراحة، بيفرقوا معايا. بحس انه لما انتي قلتي سوسة فكرة ان احنا نكتب، لما بنحط اللي قريت مرة جملة عجبتني قوي على الكتابة، بتقول لما بنكتب عن اللي بنعدي بيه وعن اللي بنشوفه وبنحسه، الحاجة
بيحصل كذا حاجة. في حاجة من الحاجات اللي بتحصل ان انا كأني بروح ازور تاني الموقف بس بشكل اوعى شوية. وفي حاجات اتكتبت في سكة انه كأنها بتاخد حجمها فهي جوايا كبيرة قوي، فلما بتحط على الورق بتصغر، او هي صغيرة قوي لما بتحط على الورق بتكبر، فبتاخد حجم مختلف عن يمكن اللي جوايا. الصحة النفسية وان انا اشتغل على نفسي واطور من نفسي وامشي السكة بتاعت ان انا ابقى بصحح نفسيتي بعد ما اتكسرت او اتضغط عليها او اتوجعت، هي رحلة مش هتنتهي تقريبا. عشان كده انا عارفة ان احنا في اخر صفحة في الجورنال حاطين كده المصادر. خد بقى المصادر دي المنيو بتاعتك للفترة اللي جاية، خدها وكمل. المصادر مختلفة بتتقسم جوايا وبرايا. في حاجات من الطبيعة، من النفس، من الجسد، من العاطفة، من الفن، من الفكر، من الحتة الروحية، من الحتة المادية، ومن العلاقات مع الآخرين، ومن الحتة العاطفية. وكأننا بناخد أقسام المصادر الداخلية والخارجية دي بتبقى حاجة بنفهمها ونروح لها. فبدور أنا interested في إيه وإيه اللي أنا محتاجاه النهاردة يكون مصدر من المصادر اللي تساعدني في صحتي النفسية. عايزاكم بقى تكتبوا لنا في الكومنت أماكن حضرتوها معانا أو حتت شفتونا وإحنا بنتكلم فيها عن الفيل. لأن الفيل من أكتر البروجرامز بصراحة اللي دايفيرس قوي، فرحنا له حتت مختلفة. مش هغششكم هي إيه، بس قولوا لنا أنتوا قابلتونا فين وخدتوا مننا الفيل، وبعتوا لنا أي أسئلة ليها علاقة بالصحة النفسية. متحمسين جدا نجاوبكم عليها ونعمل سيريز تانية بتتكلم عن تفاصيل أكتر ليها علاقة بالصحة النفسية والإيموشن ويل اللي فيها مشاعر كتير قوي بنحسها، بس بنحتاج نديك ديب، نخش كده لحتة عميقة ونقف قدام إحنا حسينا بإيه. الرحلة طويلة بس مستاهلة، ما نجريش منها ونقف قدامها. ولو اتنسينا زمان وما وقفناش قدام حاجات ومحطات في حياتنا، دي الفرصة الحلوة قوي اللي مش سهلة، المؤلمة، اللي نقف ونمسك الفيل كده ونقعده على الترابيزة واحدة واحدة ونشوف نساعده ازاي ونساعد نفسنا ازاي في رحلتنا في الصحة النفسية. نشوفكم في حلقات تانية. باي باي. باي.